تعالى النهارده اقولك ازاي تعملي فطيرة الكاستر بطريقة الفطاطري بدون عجن وبدون فرد. هتعمليها باسهل طريقة وهتطلع اجمل مليون مرة من اللي بتشتريها من بره. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا واقول لكم عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة عندي هنا لفة جلاش 350 جرام، هنبدأ طبعا نركنها على جنب. وعندي هنا صينية مقاس 34. هنبدأ هنا عندي زيت على سمنة، نزلت بحبة في الصينية وهنبدأ ندهن الصينية كويس قوي. بعد كده هنبدأ ناخد ورقة الجلاش ونبدأ نحطها بالطريقة دي. اهم حاجة تبدأي تعملي حروف للصينية عشان لما نحط الحشوة ما تطلعش بره. شايفين بين كل رق والتاني؟ طبعا كل ما بحط ورقة من الجلاش ببدأ ادهن من خليط الزيت والسمنة عشان يورق معايا الطبقات. بعمل كده لحد طبعا لما بخلص نص اللفة اللي معانا. طبعا بعد ما بقفل الحروف بتاعت الصينية بحط حوالي 3 ورقات كده في النص عشان تبقى أرضية للحشوة بتاعتنا. بعد ما خلصنا نص لفة الجلاش هنبدأ دلوقتي نعمل الحشوة. عشان الحشوة بتاعتنا أنا عندي هنا 1.5 كوباية من اللبن. هنبدأ ننزل عليهم 2 معلقة كبار مليانين من النشا. متوفر عندك كاستر حط 1 معلقة كاستر و1 معلقة نشا. هننزل كمان ب1 كبيرة معلقة من السكر، كيس من الفانيليا عشان هيديها ريحة حلوة. وهقلب دول على البارد كويس قوي، وبعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد لما القوام بتاعه يتقل معايا ويبدأ يغلي. على طول بطفي النار وببدأ ارفعه، بيبقى بالطريقة دي. هو وسخن كده ببدأ انزل على طول على الجلاش بطبقة المهلبية البيضة اللي احنا عملناها وبنبدأ نوزعها. وبعد كده ببدأ ارش رشة من جوز الهند، رشة من السوداني، ورشة كمان من الزبيب. شايفين الجمال؟ مفيش اسهل من كده. حابين اعمل لكم فطيرة الجلاش بطريقة الفطاطري بالعجينة؟ اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم. شايفين الجمال؟ دلوقتي طبعا هنبدأ ناخد الحروف اللي احنا سبناها من الجلاش على حروف الصينية ونبدأ نقفل كده على الحشوة بتاعتنا، وببدأ ادي دهنة خفيفة جدا لورقة الجلاش. وبعد كده طبعا بنبدأ نكمل باقي لفة الجلاش بنفس الطريقة. بحط الورقة وبديها دهنة من خليط الزيت والسمنة، وبعد كده بنحط ورقة عكس. اهم حاجة نبدأ نقفل الصينية كويس قوي. طبعا الحروف اللي بتبقى معانا كده من بره بنبدأ نرفع كده ارضية الصينية وبنبدأ ندخلهم ونقفل على الصينية بتاعتنا كويس قوي. في اسهل من كده؟ طعمها حلو قوي بنفس طريقة اللي بتشتريها من بره. طبعا ما كنتش دهنت الورقة الاخيرة، هبدأ ادهنها دلوقتي من خليط الزيت والسمنة والفرن شغال على اعلى درجة حرارة سخنة جدا. هحطها على الرف الوسطاني واسيب النار من تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما تاخد معايا اللون من تحت. ببدأ اشغل لها الشواية من فوق اخر 5 دقايق والنار بتاعتها وسط لحد لما تاخد اللون من فوق وتطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. على طول بنبدأ ننزل عليها بحبة من السكر البودرة، وبعد كده بننزل باللبن. واهم حاجة في الخطوة دي ان اللبن بتاعك تكوني منزلاه من على النار بيغلي. شايفين؟ ببدأ طبعا اسقيها. طب كمية اللبن قد ايه سمر؟ كمية اللبن اللي انا حطيتها 1 كيلو من الحليب مغلي. ممكن تحط 1 كيلو الا ربع. كمية اللبن اللي انت حباها حطيها. بس اهم حاجة في فطيرة الجلاش ان هي او فطيرة الكاستر ان هي تكون شاربة كويس قوي من اللبن. طبعا انا غطيتها عشان تتشرب الحليب وتطرى معايا. وبعد ما اتشربت الحليب رفعتها ورشيت عليها سكر بودرة، رشيت حبة من جوز الهند وحبة من السوداني المجروش وحبة من الزبيب. طبعا اي مكسرات حابة تحطيها حطيها. بس كده وكده عملنا احلى فطيرة كاستر. طبعا هي وسخنة بتتاكل. ببدأ اقطعها بالطريقة دي وببدأ اقدمها. طعمها حلو قوي، مورقة من جوه، بجد رهيبة. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها من كتر جمالها. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟
تعالوا بقى اوريكم قد ايه هي طريه. بصوا كمان التسويه من تحت، واخده التسويه مظبوطه. بصوا دي من الحلويات الشتويه اللي تدفي. الحاجات السخنه دي بتبقى جميله جدا في الشتاء. بصوا عامله ازاي وبتقطع معايا بمنتهى السهوله. اتمنى بجد تكون وصفه النهارده عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واستنوني في وصفات جايه كتير باذن